ما يمكنش تخيل كيفاش غيتنصب على هذا السيد. فلوس ديال بصح 2 الملاير. الطمع اللي غادي يخرج ليه على الايام اللي فاتوا بسبب الفيسبوك غادي توقع عليه واحد الواقعه غتخرج ليه على حياته. قالك ما حد طماع حاضر الكذاب ما غادي يخصو حتى خير. واقعه من نوع اخر، واحد كينصب عليه والاخر كيقول ليه الله يكمل عليك بالخير. واقعه ربما غتكون اكثريتنا وقعت ليه، اي واحد فينا غتكون دازت بين عينيه. قال هذه هي الهوته ديال بصح، ترى 2 الملاير العاقه ديال بصح. رسلت شي فلوس لاندونيسيا، قال لي واحد المقدار ديال المال كنتعالج به وبقاو لي شويه ديال الفلوس بغيت نصيفطهم لك ليك دير بهم الخير وتعاون بهم على الفقراء المحتاجين والارامل وذوي الاحتياجات الخاصه، دير بهم الخير في بلادك. عبد الهادي غتوقع عليه واحد النصبه ما عمره غادي ينساها في حياته، غتخليه يخرج على حياته وخدمته والايام اللي فاتوا. نهار الحد في الصباح عبد الهادي غينوض من النعاس، قال انا ما خدامش نمشي نضرب شي قهوه نتقهوى مع راساتي. داك النهار كان صافي وزوين. عبد الهادي تا هو ضرب الحطه ولا تا هو كاين، جالس في القهوه عيط على واحد نص كبيره، جبد التليفون ديالو نعم سيدي وبدا طالع حابط في فيسبوك. تا لهنا كلشي مزيان، ولكن هنا حتى حاجه ما غتبقى مزيانه. هو يسمع طن جا واحد الميساج في ميسنجر، حلو كتبان ليه امراه اجنبيه، ويلي كتبان ليه مرحبا اتمنى ان تكون في افضل حال، انا من اندونيسيا ولكن زوجي من الفيتنام، نعيش في المملكه المتحده، فقدت زوجي في 2014 وفي هذه الاثناء كنت اعاني من مرض السرطان منذ وقت طويل، وقال لي الطبيب المرحله يمكن السيطره عليها ويعيش بعد 6 اشهر اخرى. قبل وفاه زوجي كان يعمل مع الحكومه البريطانيه قيمه 4.7 مليون دولار، وكان زوجي محسنا قبل وفاتي وشجعني على ارسال هذه الاموال الى اشخاص محتاجين، ايضا على ان نساعد الشعوب الفقيره لان منذ ان تزوجنا لم نتمكن من الحصول على اي طفل. حاليا عبد الهادي ما فهم والو، قال او تشهد الشيء. هو يسمع الطرن، ها هو تاني وتاني، ها هو ميساج اخر عاوتاني، حلو كتبان لي عاوتاني ميساج ديك السيده مكتوب فيه بلي بغات تصيفط مليون دولار صدقه، وقالت له لا تخبر احدا عن هذا المال على الاطلاق لاسباب امنيه. عبد الهادي قال الله وقيل الفرج جا، مليون فصاعدا الفقر مشى، خاصني نزرب على هاد خيتي قبل ما يزربوا لي عليها. ضرب الحديد مع الدو سخون، طرا مليون دولار، مليون كطحن مليون. عاود هو صيفط ليها ميساج قال لها فيه السلام عليكم انا مهتم بهذا العمل الخيري، ساقوم بانفاق المبلغ على الفقراء، بغيت تثبتها زعما. عبد الهادي كيصيفط ميساج وهي كتجاوبه في البلاصه، وهي تقول ليه ولاني باش تكمل هذه القضيه وفلوس تقدر توصلك للمغرب ضروري خصك تخلص واحد المبلغ المحامي ديالي باش يكمل الاجراءات ويقدر يصيفط لك الفلوس. عبد الهادي خيتي كتنصب عليه هو لا من منادي، قالها صبري عليا منا الغدا غادي نجمع الفلوس وغادي نرد عليك. السيده قالت صافي. السيد مشى، ساعه عبد الهادي دماغه اللي مشى. الغد ليه عبد الهادي ما مشاش للخدمه، ترى الملاير جايه ما كاين لا شي برز دراسو، غادي يمشي عند باه باش يتسلف من عنده لان كان الاخر ديال الشهر، وديك الساعه ما بقى عنده والو. وصل مع 6 الصباح دق حلت ليه امه وهي تقول ليه ياك ما كاين باس وليدي، هو يقول لها لا 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 والو باس والو باس، غير بغيت الوالد نتسلف من عنده شي حاجه. وهي تقول ليه امه ولدي راك ما عجبتنيش وهذا الشيء اللي كتقول لي فيه راه ليه ما طمأنيتش. مشى عنده باه قال لي اش كاين عبد الهادي، قال ليه ما تقول لي لا هادي لا هادي، عطاني 5000 درهم ولا نبيع بلاد، ترى هذا الشيء اللي على قبله بغيت الفلوس راه مستقبل ولادي. قال لي باه قول لي اش بغيتيها، قال ليه من بعد نقول لك دابا غير عطيني. با على وعده وسعدو غادي يخرج في الصباح باش يعطي لولدو الريالات باش يفرع عبد الهادي. مع شد الريالات صيفط لخيتي ميساج قال لها الفلوس لمن غادي نعطيهم، وهي تقول لي غتصيفطهم لواحد السيدو سميتو مامادو. هو ماشي من سمع عبد الهادي السميه ديال خوتنا لي زافريكان فاق، لا لا لا. مع هذيك الساعه مشى صيفط ليها الفلوس، صور الروسي وصيفطوا ليها. اختنا من شافت الروسي ولات كتطلع ليه في وما كتجاوبش. عبد الهادي عاود صيفط ليها ميساج ولكن لا من مجيب. عبد الهادي من بعد ما كان هادي ولا كيتحرك ولا كيقول انا 5000 درهم محيدها لبا صحه، جات هاد خيتي حيدتها ليا بالفن، ترى ما يمكنش خصني نردها باش ما كان ولاو يديروني في كفن. خيتي صدقات غير نصابه. عبد الهادي ما تسلطاش ليه واخا راه بخدمته مسهل عليه الله، يعني ماشي ضروري كان خصو يدير هذا الشيء، ولكن الطمع الطمع طاعون والطماع كيقضي عليه الكذاب. وهاد خيتي جابت التمام لعبد الهادي. من بعد يومين ما مشاش للخدمه غادي يمشي جالس في الخدمه وبلا عقل، داك البلان اللي داروه ليه خوتنا ما بغاش يدوز ليه. هاد القفوزيه كامله ديال عبد الهادي وداروها به وهي طاح ليه واحد الفكره قال علاش انا ما نطبقش هاد القضيه اللي داروا ليا هما، كيطبقوها برا انا غنطبقها في المغرب. ديك الليله مشى للدار صايب كونت فيسبوك وبدا كيصيفط نفس الميساج بنفس الطريقه، صيفطوا لبزاف د الناس ولا بغى يرد فلوسه باش ما كان. وداك الميساج اللي كيصيفط
صيفط وصل لواحد السيده حكيمه، مرة كبيره يلا كتقرا شويه العربيه، عايشه وحدانيه، كتخرج تخدم عند الناس وترجع لدارها. نهار الخميس غادي يوصل واحد الميساج، بقات كتفتف وكتقرا فيه، بانت ليها القضيه فيها الفلوس، وهي تخرج عند جارتها باش تقرا عليها حتى هي الميساج. حتى ديك جارتها حرايميه وهي تقول ليها انتي واش باقا ما دويتيش مع هاد السيده؟ انتي راه غناك الله يا حكيمه، انتي راه خيتي غتصيفطك الزبابل ديال الفلوس. حكيمه ماشي طميميعه وهي تقول لها سيري راه غير ضحكه، باغيين يضحكوا علينا. مشات للدار بدات كدوي مع خيتي في الميساجات. عبد الهادي اول فيكتيم طاح عليه، ملي وصل معاها باش تصيفط ليه الفلوس غيدير ليهم نفس البلان اللي داروا ليه، غتصيفط ليه الفلوس عند المحامي وغتصيفط ليه الفلوس في وفاكاش. عبد الهادي غيبقى خاصو محامي باش ما يعطيش سميتو وكنيتو. غادي يبان ليه في الدرب واحد الدري صغير يلاه يكون صايب لاكار، غياخد سميتو وكنيتو وغيقول ليه غير صيفطوا لي الناس شي فلوس تمشي تجيبهم ليا وغنعطيك منهم 200 درهم. الدري صغير بانت ليه الزرقالاف. عبد الهادي راه راجل معقول في الدرب، يعني ما كاينش مشكل. عبد الهادي حضر مع حكيمه وقال ليها صيفط لي في هاد السميه والكنيه اللي غنصيفط لك. حكيمه صيفطات ليه الفلوس، من بعد ما بقات حتى شي حاجه وما بقى حتى واحد كيجاوبها. حكيمه ما غاديش ديكلاري لانها عارفه راسها تقلبات ودارت بها. عبد الهادي كثروا عليه الشكايات، يعني صدقات ليه القضيه وضرب شي 12 مليون. في البوليس كثر عليه الهضره لان القضيه وصلت لكاع المدن بنفس القضيه ونفس العمليه، كتمشي لهم 5000 درهم من الجيب. دارت مذكر تبعت على داك خونا اللي كتصيفط ليه الفلوس الناس، قرقبوا عليه وما على بالو والو، قال لك ما ديرش وما تخافش، ولاني كلشي غتقلب ليه على ظهره وغادي يولي يخاف. ديك الساعه داك الدري الصغير قالوا ليه البوليس علاش نصبتي على الناس، وداك الدري الصغير حيت ما بخبارو والو قال لهم اودي ما ديت حتى شي ناس. قالوا ديك الفلوس اللي كتوصلك 5000 كل مره. عاد عاقب اللي عبد الهادي قدموا في النصب والاحتيال ب 4000 ريال وتحكم هو وياه بتكوين عصابه ديال النصب والاحتيال لان القانون لا يحمي المغفلين. عبد الهادي خرج على حياته خدمته وقدم معاه داك الدري الصغير. المغزى من هذا الشيء ما عمرك تثق في شي واحد، ما عمرك تعطي لاكارت ديالك لشي واحد، راه يقدر يدار ليك ما دار للدري الصغير. عبد الهادي طماع وسلام على الكذاب ولا هو الكذاب وسلام على الطماع، ولاني خدا الجزاء ديالو. حداو راسكم الخوت، والى حتى انت فايت تنصب عليك في شي حاجه قولها لنا في كومونتير باش نستافدوا من داك الشيء. كان معكم خوكم الحكاي، ما تنساوش تتابعونا فيسبوك الحكاي، يوتيوب الحكاي، تيك توك الحكاي. تهلاو.